السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. إخواننا، إن شاء الله هنتكلم في بعض الفيديوهات أو سلسلة فيديوهات يستفيد منها إن شاء الله الإخوة المبتدئين والمحترفين إن شاء الرحمن. هتكون مدة الفيديوهات قصيرة، وكل فيديو بيحدد عنوان بحيث إن الأخ ممكن يخش يستمع للفيديو يلاقي المعلومة اللي هو عاوزها، طبعا اللي تخص الموضوع أو السؤال اللي هو عاوزه. طبعا ان شاء الله اول فيديو هنبتديه الفيديو دوت باذن الرحمن، وهنحاول نعمل سلسله فيديوهات على الوضع ده او على المنهج ده باذن الرحمن. طبعا نتمنى من الجميع يشتركوا في القناه عشان ان شاء الرحمن اي فيديو يتم تنزيله على القناه يوصل لي اشعار. الامر الاخر، عايزين نفعل ميزه البث المباشر، ودي طبعا محتاجه عدد من المشتركين، وزي ما الجميع طبعا عارف ان القناه الاولى حدث فيها مشاكل، والله ييسر الحال يا رب. على العموم هنبدأ إن شاء الله الفيديو الأول دوت بإذن الرحمن على حبوب اللقاح بالنسبة للخلايا، وبالنسبة لعملية بناء الشمع أو الأساس الشمعي أو مط الأساس الشمعي. تمام، وعلاقة حبوب اللقاح بالموضوع ده إيه؟ الله يبارك في الجميع. حبوب اللقاح، تمام، طبعا أنا بتكلم ربما هتكلم في معلومات مبسطة شوية على أساس لو المبتدئ بيستمع ليا يكون عارف أنا أتكلم عليه. حبوب اللقاح الله يبارك في الجميع اللي النحل بيجيبها من الخارج، تمام، نقدر نقول محملها في سلة حبوب اللقاح أو في رجليه ما بين رجوله، ومن ثم بيدخل بها الخلية ويخزنها في العيون الثلاثية لحد ما بيخش بها الخلية، هي اسمها حبوب لقاح. ومن ثم بعد ما يخش الخلية ويخزنها داخل العيون السداسية بيكون اسمها خبز النحل. أتمنى الإخوة المبتدئين بالخصوص تركز معايا على أساس يبقى فاهم أنا أتكلم في المصطلحات إيه ويفهم أنا أتكلم فيه. طبعا أنا هحط الصور اللي هي خاصة بحبوب اللقاح أو بخبز النحل أمامك في الفيديو على أساس تشوفها. طبعا زي ما أنت شايف ربما يكون خبز النحل مكون مجموعة من ألوان، في منه الأحمر، في منه البني، في منه الأسمر، في منه ألوان كتير. طبعا الألوان دي بتختلف حسب المرعى اللي النحل فيه. المرعى اللي النحل بيجيب منه، تمام، هو اللي بيحدد اللون بتاع حبوب اللقاح. تمام. طب علاقة حبوب اللقاح ديت ايه ببناء الأساس الشمعي أو ببناء الشمع؟ عاوز أقول لك بالمختصر، حبوب اللقاح لما النحل بيجيبها بكمية كبيرة أو بغزارة، أصبح إن النحل بيقوم بعملية بناء الأساسات الشمعية أو الشمع الحر اللي بيكون داخل الخلايا الأعواد البلدية أو الخلايا الزمر، وبيكون في تقدم ونشاط. دايما بنشوف الحاجة ديت في وقت الربيع أو الانطلاقة الربيعية، بسبب إن المراعي بتكون ما شاء الله نقدر نقول فيه مراعي كتير موجودة، وبالتالي النحل بيجيب كمية كبيرة من الخارج من حبوب اللقاح ديت، بالتالي بيحدث نشاط والملكة بتعمل في وضع البيض. تمام. طيب، هل ممكن ان النحل يمط اساسات شمعيه او يبني الاساسات الشمعيه بدون ما يجي حبوب لقاح من الخارج؟ لا، لا، مفيش الكلام ده. تمام. احنا بنتكلم على بناء الاساس الشمعي اللي النحل نقدر نقول بيبنيه في اقل من 24 ساعه، 48 ساعه، يعني يوم او يومين. تمام. مش بنتكلم على ان نحط برواز للنحل يجلس اسبوع ولا يجلس شهر. تمام. احنا بنتكلم ان وقت النشاط بنحط البرواز. تمام. طبعا البرواز ده ممكن سواء اخ بيحطه رقم 2 في الترتيب، رقم 3 في الترتيب، كل واحد له طريقة، ولكن المدخول او الوارد اللي بيجي من حبوب اللقاح من الخارج ده اللي بيخلي النحل بيسرع من وتيرة البناء، تمام، ومن نشاط داخل الخلية. تمام. وطبعا زي ما احنا بنشوف ان بعض الاخوة كتير وقت ما بيكون المرعى نشيط بيقوم بتقديم تغذية سكرية على أساس يقدم الدعم للخلايا إن هي تساعد الخلايا ديت عشان يقدر النحل يقوم ببناء الأساس الشمعي. طب ليه؟ لأن النحل بيجيب من المرعى حبوب لقاح فقط، ما بيجيبش رحيق. تمام. طبعا لو بيجيب رحيق أكيد النحال مش هيقدم تغذية، لأن الرحيق اللي نقدر نقول عليه اللي هو إيه فيما بعد بيكون عسل. تمام. طيب الله يبارك في الجميع، هل ممكن نحط عجائن بروتينية ومن ثم النحل يقوم ببناء الأساس الشمعي؟ لا.
تمام. واحد يقول لي بيستمع ليه يقول لا انا حطيت عجائن والنحل بيموت الاساس الشمعي، اقول له لازم النحل بيكون بيدخل مردود من حبوب اللقاح من المرعى، خلاف ذلك مش هيبني الاساس الشمعي، عشان بس يكون الكلام واضح. تمام. واحد اخ بيستمع ليه يقول لي انا عندي برواز داخل الخليه، خبز نحل مليان، ولكن المرعى شحيح، هل النحل يقوم ببناء اساس شمعي؟ اقول له لا برضه. تمام. واحد يقول لي هعمل عجينه بروتينيه مكونه من حبوب اللقاح فقط واقدمها للنحل، النحل يبني اساس شمعي؟ اقول له نفس الكلام، لا برضه. طب اقدم تغذيه سكريه فقط والمرعى فيه شح من حبوب اللقاح، النحل يبني الاساس الشمعي؟ برضه نفس الكلام، لا. تمام. لان الله يبارك في الجميع نقدر نقول النحل حبوب اللقاح لما بيجيب كميه منه من الخارج من المرعى، من ثم بيقوم ببناء الاساسات الشمعيه. فيها عوامل اخرى مرتبطه لابد تكون متوفره عشان النحل تساعد النحل في عمليه بناء الاساس الشمعي. زي ايه؟ زي مثلا اعتدال درجات الحراره. ما ينفعش مثلا ان انا اجي في شهر يناير او شهر واحد درجات الحراره نقدر نقول في العشر درجات مئويه، وربما يكون في بعض البلدان واحد او اتنين او حتى سالب واحد تحت الصفر، ويقول لي انا النحل بيجيب حبوب لقاح كميه بسيطه، اقول له النحل مش قادر يخرج اصلا. تمام. لازم درجات الحراره على الاقل تكون 20 درجه مئويه، 18 درجه مئويه. تمام. فيه سروح في النحل من الخارج، والنحل بيجيب كميه من حبوب اللقاح، ومن ثم انا كنحال بدعم الخلايا دي بتغذيه سكريه في حاله ما عنديش رحيق في المرعى. تمام. النحل يقوم ببناء الاساس الشمعي بصوره كويسه. تمام. طيب، هل ممكن الملكه تنشط في وضع البيض بناء على المخزون داخل الخليه من خبز النحل ومفيش حبوب لقاح جايه من المرعى؟ اقول له الملكه هتقلل من وضع البيض، لان دايما الملكه بتعمل على الوارد اللي جاي من الخارج، الوارد اللي هو النحل اللي جايبه من بره من المرعى. جايب حبوب لقاح من المرعى، ملكه تنشط. جايب رحيق من المرعى النحل، ملكه تنشط. مع حال بيقدم تغذيه سكريه مع مرعى حتى ضعيف او بسيط، الملكه تنشط. تمام. عشان بس يكون الكلام واضح. طبعا احنا اتكلمنا ان اختلاف الوان خبز النحل اللي داخل البرواز بيختلف حسب المرعى. طيب، في سؤال بيطرح نفسه، انا شلت البرواز داخل الخليه، لقيت البرواز كل خبز النحل اللي فيه او كل حبوب اللقاح اللي متخزنه فيه لونها اصفر فقط، او لونها ابيض فقط، او لونها بني فقط. يعني المرعى معنى كده ايه؟ مرعى احادي. احادي يعني ايه؟ يعني مرعى مثلا حبة البركة، مرعى مثلا برسيم. ده بيكون الجودة بتاعته بالنسبة للنحل تمام مش زي المرعى المتنوع اللي هو نقدر نقول فيه أزهار كتير. تلاقي النحل داخل النحلة الخلية محملة حبوب لقاح لونها أسمر، نحلة تانية مدخلة حبوب لقاح لونها أبيض. فيه تشكل وتنوع في حبوب اللقاح، دي بتكون أفيد بالنسبة للنحل. تمام. طب هل معنى كده ان النحل لما بيشتغل في مرعى محدد او مرعى معين فقط نوع واحد ده يسبب مثلا مشاكل او خطر؟ لا، ما يسببش مشاكل او خطر، ولكن احنا بنتكلم على الافضليه. بنتكلم على الافضليه لما اشيل البرواز والاقي فيه تنوع في حبوب اللقاح او في خبز النحل، ده بيكون افضل للخليه. تمام. طبعا الله يبارك فيكم، سبحان الله العظيم، ديت نقدر نقول حكمه ربنا. تمام. ان هو مخصص للنحل حبوب لقاح من توقيت لتوقيت يختلف في نسب البروتين. تمام. وفي نسب امور كتير داخل التكوين بتاع حبوب اللقاح. تمام. يعلمها الله سبحانه وتعالى لسبب ان هي تقدر تقول ان هي بتفيد النحل في توقيت معين. يعني على سبيل المثال مثلا حبوب اللقاح بتاعه الفول في شهر يناير. تمام. نقدر نقول ان هي النحل خارج لسه من توقيت فصل الشتاء، بتمد النحل ببعض العناصر، او نقدر نقول ببعض البروتين اللي النحل محتاجها في التوقيت ده. تمام. بروتين الفول او حبوب اللقاح بتاع الفول عاليه. لما نيجي مثلا نبص بعديها مثلا بشهرين ثلاثه، حبوب اللقاح اللي تيجي من الحمضيات او من الموالح اللي هي البرتقال والسفند والليمون
نسبة البروتين تختلف. تمام. لما نيجي مثلا نبص على مرعى البرسيم او مرعى حبة البركة اللي هيجي مثلا في التوقيت الحالي، نلاقي كذلك البروتين بيختلف. لما نيجي نبص بعد كده على الذرة، حبوب اللقاح بتاعت الذرة، نلاقي نفس الامر، حبوب اللقاح بتاعتها او نسبة البروتين بتختلف. تمام. فاصبح ان سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى رايد ليه حكمة في ذلك، ان يمد النحل بنسب بروتين مختلفة على مدار الفصول الأربعة، تختلف من نوع لنوع على أساس الأجواء ودرجات الحرارة والبرد وما شابه ذلك. تمام. طبعا احنا بنحاول نتكلم بمختصر شديد في فيديوهات قصيرة. تمام. نحاول نفهم النحال ربما يكون بعض الحاجات حتى لو كمعلومات عامة، تمام، ربما يستفيد منها إن شاء الله تعالى. تمام. طبعا الله يبارك فيكم. زي ما احنا شفنا في البرواز اللي قدامنا، ربما يكون النحل حاطط في جزء منه عسل، وجزء منه خبز النحل، وجزء منه حضنة. تمام. ده يدل على ان ما شاء الله فيه مرعى نقدر نقول من حبوب اللقاح ممتاز، والدليل ان النحل مخزن. الدليل ان النحل مخزن حبوب لقاح او خبز نحل داخل البرواز. تمام. ومعنى ان العسل النحل مختم عليه، يعني في فائض، سواء النحال بيقدم تغذية سكرية فبيقدم بفائض ازيد من اللازم، بالتالي النحل ختم عليها، او ان النحل جايب من الخارج من المرعى رحيق، ومن ثم النحل ختم على الرحيق ده لانه فائض زي ما احنا شايفين في الصورة. تمام. والجزء الاخير طبعا اللي هي كانت حضنة مغلقة. تمام. ده يدل على ان برضو ما شاء الله الملكة نشيطة في وضع البيض. تمام. لما يبتدي المرعى يقل شوية، يبتدي النحل اللي هيخرج من الحضنة دي يسحب خبز النحل اللي متخزن ده، يستهلك خبز النحل ده، ومن ثم تضع الملكة البيض. تمام. وده بيمشي المبدأ دوت او العملية دي بتمشي دايما باستمرار. تمام. اصبح ان الحضنة المغلقة اللي بتخرج داخل الخلية او بتخرج في البراويز داخل الخلية بتستهلك خبز النحل في حالة طبعا ان المرعى قل. تمام. وبالتالي الملكة بتنشط في وضع البيض وتضع بيض في المكان ده. تمام. طبعا الله يبارك فيكم، أنا أعطيت بعض النقاط باختصار. لو فيه بعض الأسئلة للإخوان يتم بس التعليق على الأسئلة داخل الفيديو، وإن شاء الله يتم الرد عليها. وإن شاء الرحمن الفيديو القادم هنتكلم فيه على ضغط النحل، وضغط النحل دوت على أقل عدد إطارات بالنسبة للفصول الأربعة. تمام. وهنتكلم فيه إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. مشكورين شكرا جزيلا.